وحشتوني جدا جدا جدا. اول حاجه كده هقول لكم يا مساء الخير. الفيديو ده بجد بجد بدأته كانت الساعة 2 بالليل. بجد حرفيا مش بكدب عليكم، كانت الساعة 2 بالليل، واحنا بقى من عشاق اكل بالليل. انا عاوزه اقول لكم ان انا قبل ما اتجوز يعني ما كنتش باكل بالليل نهائيا، ما بحبش اكل بالليل خالص، لان كنت بصحى الصبح يعني بطني تعبانه. بعد ما اتجوزت جوزي بقى عكسي، بيعشق اكل بالليل. فانا ممكن اكل معاه وممكن كده ايه ما اكلش، حتى لو كلت بيبقى حاجه كده ساندوتش كده خفيف. ف... فهو الصراحه بيحب ياكل بالليل جدا، وبنتي طالعه زيه، يعني بنتي برضو كذلك. ما علينا، هو قال لي انا عاوز اكل شاورما، فقلت له ماشي. كان عندي كده فراخ بانيه فطلعته. هتشوفوه ان هو ابيض، لان الصراحه حطيته في الميكرويف، فالميكرويف ايه عمله كده شويه. يعني هو طبعا كنت لسه مطلعاه من الفريزر، يعني مش هقعد جنبه افك، فدايما بحطه في الميكرويف. فالصراحه هو ايه خد شويه كده، هو طبعا ما استواش، بس هو ايه عارفين الاطراف كده بيضت. ما علينا، ما كانتش برضو وحشة، كانت حلوة خالص. دي طريقتي في الشاورما وما بغيرهاش، وهي دي الطريقة المعتادة بتاعتي. على نص كيلو من البانيه بحط علبة زبادي، ونطرة من الملح، ونطرة صغيرة برضو من الفلفل الاسود. لان انا بحط توابل الشاورما هنا، يعني 3 معالق كبار من الزيت. كان اصلا اخر شوية زيت عندي، وكانوا برضو كويسين، يعني كانوا على قد الكمية اللي انا عايزاها بالظبط. عايزه اقول لكم الباكيت يعني اللي انا حطيت اللي هي التوابل بتاعه الشاورما، هو قايل على الكيس يعني ان انا احط الكيس كله على النص كيلو. بس الصراحة لا، حاساه يعني بحسه ان هو بيبقى كبير، يعني اللي هو ايه طعمه قوي جدا جدا جدا. فالصراحة حسيته لا، انا باخد منه مثلا نص الكيس، والنص التاني بعينه لكمية تانية يعني. فبعدين لان ما بيبقاش يعني ما بيبقاش طعمه قوي خالص. هنا بقى هاخدها اغسلها اللي هو القطاعة. وبعدين طبعا الشاورما يا جماعة بتبقى بفلفل الالوان حلوة حلاوة مش طبيعية. بجد بيودي فلفل الالوان عموما في اي اكل، بيودي طعم الاكل في حتة تانية. انا بحبه قوي قوي، وجربوه بقى في الشوربة يا جماعة، بيبقى رهيب بيود. ومعاه بقى ايه جزرايه، بيخلي الشوربه حلوه جدا جدا. انا دايما لما بعمل شاورما ما بقدرش استغنى عن الفلفل الالوان، وحطيت كده ايه قرن فلفل برضو اخضر حراق. ما زودتش عشان بنتي كانت هتاكل. فالصراحه ما طلعش يعني حراق، اللي هو حاجه كده ايه سنه بسيطه من الحرقان، بس مش اللي هو حراق، يعني اللي هي لو طفل او طفله كلوه يعني مش هيحسوا بطعم الحرقان. المهم انا بعمل الكميه دي، وهنزل بيها برضو اقلبها على الخليط الشاورما. عاوزه اقول لكم لو عاوزين الشاورما تبقى افضل واحلى، حطوها كده في التلاجة لمده 15 دقيقه، بتبقى اجمل. بس الصراحه انا في الوقت ده كنت مستعجله جدا جدا. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت تعبانه قوي. بس بقى هو طلب، فالصراحه ايه يعني جعان، واحد جاي يقول لي انا جعان هقول له ايه. كنت قبليها مقمره عيش على على البوتاجاز، فالرده مبهدلالي البوتاجاز. جبت كده سمنه بلدي حته صغيره، وطبعا انا عامله حسابي ان اللي هو فيه زيت في قلب الشاورما انا حطاها، فطبعا ما ننساش النقطه دي خالص. هو الصراحة احلى حاجة ان الاكلة دي سريعة جدا جدا، بالذات في الصيف. يعني لو انتي عاوزة تعملي اكلة سريعة قوي، فالصراحة الاكلة دي في الصيف جميلة ومشبعة. برضو عاوزة تعمليها بفينو حلو، ممكن تعمليها بعيش تورتيلا، برضو بيديلها طعم كده تحفة. بس العيش التورتيلا يعني حطي قبلها دهنيه كده بمايونيز، وبعدين احشيه بالشاورما دي. بجد الصراحة بيخليه خطير خطير خطير. لو عندك بقى اللي هو الخيار المخلل تحطيه برضو عليه بعد ما تيجي تحشي في التورتيلا،
بيبقى تحفة، بيبقى تحفة حرفيا. فالصراحة دي اكلة سريعة جدا جدا، حرفيا ما خدتش مني اي حاجة. هنا كنت قفلت عليه وخلاص كده هغرف وكده هناكل. هنا بقى كان الصبح، عاوزة اقول لكم ان انا اليوم ده كنت خارجة. مش هقول لكم اليوم ده كنت خارجه، انا الفيديو ده عملته في نفس اليوم وبسجله في نفس اليوم، بس هي ايه يعني هينزل لكم ان شاء الله تاني يوم، اللي هو تاني يوم الصبح، اللي هو الساعة 12، يعني في حدود بالنهار كده ان شاء الله، يكون 12 ما يتأخرش. هنا كنت بنتي كانت صحيت، فقلت اشغل لها كرتون، لان انا الصراحة كنت مستعجلة جدا، وحرفيا كان قدامي ساعة بالظبط اروق الشقة كلها، وبعدين اروق الشقه كلها، وبعدين البس وهخرج، لان كان عندي ميعاد عند الدكتور. فالصراحه كان هو ساعه واحده بس، واللي متاح لي ان انا يعني اروق البيت. فقلت بقى ايه، الصراحه كنت عاوزه كده افوق، فقلت ايه هعمل لي سندوتش واحد. انا الصراحه كنت شبعانه، لان كلت برضو سندوتش بالليل متاخر، فهو مش شبعني. فانا صحيت كده كتغيير ريق، فقلت اعمل لي ايه سندوتش كده بالجبنه، وهعمل الايس كوفي بتاعي وهشربه، وهقوم اعمل كل اللي ورايا. بس الصراحة يعني عملت على قد ما اقدر، يعني ما الصراحة ما عملتش الشقة كلها، ما عملتهاش كلها. بس بصراحة لما جيت بقى من عند الدكتور وارتحت واتغديت وخلصت يعني واتغديت وارتحت كده وغسلت كده مواعين الغدا. بجد كان عندي بقى اوضه النوم ما كانت متبهدله، ما كنتش دي عملتها. فالصراحه دي بقى اللي رحت بقى ايه، يعني بالليل انا قبل ما اسجل لكم الفيديو انا عملت لكم قبل ما اسجل لكم الفيديو كنت منضفاها وقاعده بسجله لكم عشان ينزل ان شاء الله بكره. وكان برضو عندي غسيل عاوز يتنشر ونشرته، يعني نظفت الأوضة ونشرتها أو نشرت الغسيل. وعندي كده شوية فوط حلوين عاوزين يتغسلوا، فنقعتهم الأول. بحب أنقع الفوط في كلوركس كده ألوان قبل ما اغسلهم، فنقعتهم. فقلت بقى ايه هقعد ايه اسجل لكم الفيديو. فاليوم النهارده الحمد لله كان يوم مليان وعملت فيه حاجات كتيره جدا، وده من الحاجات المهمه قوي. عاوزه اقول لكم ان انا حاليا والله يا جماعه بقيت تعبانه جدا 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 جدا، حرفيا انا بقيت تعبانه قوي، لان يعني انا عاوزه اقول لكم ان هانت قوي ان شاء الله. فانا الحر مع بجد مع الحركه، بصوا المجهود، انا قدامي ساعه واحده لازم اكون مروقه الشقه كلها، لاني خارجه في منظر المطبخ، ما عندي مواعين وعاوزه الصاله تتنضف وعندي اوضه النوم. فانا هشارك معاكم لقطات صغيره، تمام؟ فمش هشارك معاكم بقى ايه فكره المواعين، هو بس هنضفها مع نفسي، هوريكم قبل وبعد، تمام؟ باي. ترى ايه رايكم في الموضوع ده؟ زي ما انتم شايفين انا الصراحه بقيت يعني اللي هو اصور لكم قبل وبعد. الصراحه كان الساعه بالظبط قضيت معايا اللي هي كان قضيت معايا اللي هي بالظبط نظفت فيها المطبخ الحمد لله وخلصته كله، وغسلت المواعين زي ما انتم شايفين، وبعدين الصاله. وكنت بقى وانا بكنس الصاله لقيت جوزي بيتصل عليا بيقول لي ايه يلا جهزي علشان انا ايه يعني جاي في الطريق هاخدك وكده. كان هو بره عشان يعني ايه خلاص الميعاد بتاعنا الوقت كان خلاص بقى، يعني لازم ان انا ما ينفعش ان انا اعمل حاجه تاني. فدخلت كده خدت لي دش، ما كنتش صليت الظهر، ده كان الاوتفيتايه بتاعي، ما كنتش صليت الظهر وصليته، خدت دش وصليت الظهر ولبست وخلاص، يعني يا دوبك انا لبست وخلصت كان اتصل عليا وقال لي ايه يلا انا مستنيكي تحت. هنا بقى كنا رايحين، كان الميعاد في التجمع الخامس. بجد الجو كان حر بشكل مش طبيعي، حرفيا الجو كان حر حر حر.
هنا بقى كنا مستنيين الميعاد الصراحة الحمد لله. احنا اول ما رحنا كنت هنا مستنية اصلا، جوزي كان بيركن العربية تحت وكنا مستنيين الدكتور، مستنيين قصدي جوزي عشان كنا اول ميعاد وكنا خلاص دخلنا بقى ايه على طول. وهنا بقى كنت روحت البيت، وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم.